جديد. يكدحون في تنظيف الشوارع والطرقات، تلفحهم لهيب الشمس وتظمئهم حرارة الأجواء، لكنهم يواصلون الليل بالنهار لتبقى بيئتنا نظيفة طاهرة. عمال النظافة أو عمال البلدية مسمى أطلق عليهم، يعرفهم الناس بزيهم الأصفر، ينتشرون في طرقاتنا وشوارعنا. ومع اختلاف نظرة المجتمع إلى هذه الفئة يتبادر سؤال مهم للغاية: ما هو واجب الأفراد والمجتمعات حيالهم؟ يجب يعني أن نحترم عامل النظافة أيضا ونحسن إليه، يعني حيث أن عامل النظافة هو لا يقل أهمية في المجتمع، وهو يعني أيضا يعني يمارس قيمة عليا وهي النظافة، فيجب يعني علينا أن نحسن إليه، وأيضا أن لا ننظر إليه نظرة دونية أو فوقية. ولغرس مفهوم احترام عمال النظافة وتقديرا لدورهم الإيجابي في مجتمعنا وتعزيزا لقيم حسن التعامل معهم، نظم برنامج الحي المعظم بمشروع تعظيم البلد الحرام بالتعاون مع إدارة التعليم بمكة المكرمة برنامجا طلابيا لتكريم عمال النظافة واستضافتهم في المدارس والتعريف بهم والوصية بالإحسان إليهم. الحقيقة عمال النظافة يعني لهم دور كبير جدا، يعني ونعرف دورهم إذا فقدناهم، إذا غابوا لأي ظرف حقيقة نكتشف أن لهم دور كبير جدا. وعمال النظافة طبعا لهم كل التقدير والاحترام عندنا وعند المجتمع إن شاء الله. طبعا في مبادرات داخل المدرسة وفي مبادرات خارج المدرسة، احنا نحتك بعمال النظافة طبعا، وأحيانا في مبادراتنا الخارجية نلتقي بهؤلاء العمال، يعني يقدمون لنا المساعدة، بعض الأدوات، بعض الأشياء، وأيضا الطلاب كذلك يتعاونون معهم في التنظيف، كذلك تقديم بعض الهدايا للعمال. العمال طبعا جاءوا من بلادهم، تركوا أسرهم وأولادهم وأموالهم، أتوا هنا إلى عشان ينظفوا البلد الحرام بالتحديد. وما بين سوء تعامل البعض مع هؤلاء العمال وبين محاولات حثيثة لتحسين نظرة المجتمع إليهم وحسن التعامل معهم، تظل مسألة حقوقهم من رواتب ومستحقات والمطالبة برفع أجورهم أمر يقلق هؤلاء العمال. والله راكب ما بكويس، ساعة 8 ساعة شغل، راكب 250 ريال. فطور هذا 5 ريال، أنا راتب 250، وايد يوم شغل في 8 ريال، أنا صبح في 5 ريال في فطور، هذا إيش فائدة؟ مو فائدة والله. إكرام عمال النظافة وعدم إهانتهم قيمة إسلامية إنسانية يجب على مؤسسات المجتمع التربوية والإعلامية أن توليها اهتماما أكبر لكي ينشأ جيل الغد محافظا على ثوابت الدين، مراعيا لحقوق الآخرين وخاصة من هم في منزلة العمالة الوافدة وأصحاب المهن والحرف المختلفة. صلاح عبد الشكور الأركاني، قناة المجد، مكة المكرمة. يوم جديد.